السلام عليكم. الإحساس بالتقصير، إحنا نوبات تمر بحياتنا، انكسارات، تمر تقصيرات، نحس إن إحنا ما أدينا الواجب اللي علينا. راح يصير عندنا فعلين تجاه هذا الأمر، اللي هو هذين الفعل هي حقيقة مو أفعال، هي ردود أفعال. من أمر بانكسار، يعني مثلا أنا مريت بالدراسة فشلت، رسبت مثلا، اما انكسر وبطل مدرسه، اقول المعلم يضوج مني والناس ضدي واغلب الناس مع الاسف هيك، يعني صار عندهم انكسار، رد فعل سلبي يصير. البعض لا، يقول لك اني ماكو شيء اسمه بحياتي طريق فشل. يعني شلون وفشلت بهذا الموضوع؟ لا، انت متوهم، انت من وجهه نظرك تشوف هذا فشل. انا اشوفه يقول لي اكو طريق اخر للنجاح. شوف الكلمات شلون حولناها، الطريق، وهذا الايجابي الصحيح. انا ما اقول فشل، هذا الطريق اللي ما نجحت بي اني، كلمة فشل ما ألفظها، أقول طريق آخر للنجاح. علمني أكو طريق آخر، هذا اللي يسموه أنتم فشل، علمني أكو طريق آخر للنجاح. طبعا هذول الناس اللي كل ما يوقع ويقوم مرت اللخ، بس يكون يستفيد من المشكلة اللي صارت عنده. يعني أنا مو المهم أوقع وأقوم، لا، من أقوم أعرف الطريق مالتي، هنا الخطأ، أظل أصفن، وين المشكلة؟ أسوي لي دراسة، وين المشكلة صارت بي؟ المشكلة هنا، وين الخطأ اللي وقعت به؟ أول شيء الاعتراف بالخطأ. أكثر الناس مع الأسف ما تعترف بأخطائها. هذا اللي ما يعترف بخطأه ما يتطور. أنت شلون تتطور إذا ما تعترف بخطأك؟ وبعد أشخص الخلل هم، من اعترفت به وأشخص أقول هذا الخلل. يعني أينشتاين يقول أنت ما دام تمشي بنفس الطريق راح توقع بنفس الحفرة اللي لقيتها. أغير الطريق، أنا بطريقك وحفرة، أروح شوي أخذ استدارة وأطلع واستفيد من هاي التجربة. هذا الانكسار وهذا الخطأ، ونبات الخطأ غير متعمد، واحنا ما معصومين، مر بأخطاء. مر بي صحابي جليل من أصحاب الحسين، بل من الأوتاد العظيمة، اللي هو مسلم بن عوسجة. شلون؟ إي نعم، مسلم بن عوسجة. خلينا نفهم، مسلم كان صحابي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أرسل الإمام الحسين ابن عمه وسفيره مسلم بن عقيل، اجى قعد في بيت مسلم بن عوسجة، لانه هو ثقه وينتظر ومشارك باصحاب يعني مع اصحاب الامام علي، شارك بحروب الثلاثه، وظل مع الامام الحسن، وظل ينتظر الامام الحسين من اهل الكوفه. مسلم بن عوسجة بعد اسدي هو بالمناسبه، ظل ينتظر. اجى مسلم بن عقيل ظل يمه، وظل الكتاب اللي بايعوه 12,000 واحد كلهم اسمائهم يم مسلم بن عوسجة. الخطا اللي وقع به ابن عوسجة العظيم رحمه الله على روحه الطاهره، انه جاء معقل منو؟ هاي الاستخبارات. هذا المولى مال عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد ترى داهيه. احنا نقول قائد، الناس اقول لهم عبيد الله بن زياد قائد، هو شلون تقول قائد؟ ما بيفتهموا. القائد مو يعني ايجابي دائما، لا، هو قائد سلبي. صدام المجرم قائد، معاويه قائد، بس وين وشلون فرعون قائد؟ يقدم قومه، القران يقول بئس الورد المورد، هو ده يصير يقود جماعته وديهم الجهنم. فذول يقودون جماعتهم الجهنم. عقليات، هي عقليات متقدة لازم، لكن تكون بالشيطان، باتجاه الشيطان، ما تستثمرها باتجاه الإيجابي. علما عبيد الله بن زياد في معركة كربلاء ترى كان عمره 28 سنة بس، فأرسل استخبارات وظل يصبحوا ليل هو موجود وياهم، ماكو ذول يخبص نفسه. لذلك دائما يشوفون واحد منفعل ويشوف واحد يعني متطرف ويشوف نفسه متحمس أكثر من لازم، دير بالكم منه، هذا يخوف. فقال له أنا عندي 3000 درهم من سيدي بالشام، وبالشام أنا كل شيء هناك، ارسلهن، اخذ الامان منه، ظل يطب اول واحد بالمسجد وببيته، يطلع اخر واحد، فعرفهم كلهم، سجل اسمائهم كلهم. صارت اجى عبيد الله بن زياد اخذ الاسماء كلها، ومسلم بن عوسجة اختفى الى ان اجى الامام الحسين سلام الله عليه. لذلك اول شهيد هو مسلم بن عوسجة، دا يريد يكفر عن نفسه. هو الرجال ما خاطئ متعمد، بس صار خلل، بالتالي ما انطوى عن نفسه وانكسر، لا، هو اجى ضحى، واول شهيد. لذلك في الرمق الاخير مشار الامام الحسين سلام الله عليه، هو وحبيبي وظاهر، اللي اللقطه العظيمه هاي، يقول له لولا اني حبيبي، يقول له اعرف ان تابعك في الاثر لاحببت ان توصي، انا راح اتبعك بعد دقائق، بس كان حبيت توصيني. في اللحظات الاخيره قال له اوصيك بهذا الرجل، الله، اوصيك بالحسين سلام الله عليه. واستشهد مسلم بن عوسجة رحمه الله على روحه الطاهره. المفروض يكون لنا قدوه حقيقيه، انه من نمر بمشاكل احنا نعالجها، نسوي الصح كما فعل الشهيد العظيم
مسلم بن عوسج. السلام عليكم.